هو انهي الصح، ابقى مامي ولا ابقى صاحبتهم؟ عارفين المثل اللي بيقول جه كحالها عماها؟ اهو ده حالنا كامهات، بنيجي نصاحب عيالنا عشان ما يخافوش مننا، فيتحول الوضع ان انت مجرد صاحبتهم وما تبقيش عارفه تقومي بدورك كأم. طب هو ايه الصح، ان انا ابقى ماما اللي بتحط الاوامر والقوانين، ولا صاحبتهم اللي تخرج وتعيش حياتها معاهم؟ دايما بقول مفيش صح وغلط 100%. الصداقه حلوه بس مش كفايه، والامومه جميله بس لازم ساعات تصاحبيهم. يو بقى لخبطيني، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ قومي بس انت اعملي لنا كوبايتين شاي بالنعناع وتعالى وانا اقول. A few moments later. الشاي اهو، هسيبهولك يبرد على ما تقولي لي ايه الموضوع. تسلم ايدي. تعالى اقول لك بقى تعملي ايه. لكل حاجه فيهم ليها مميزاتها وعيوب، يعني الصحوبيه من غير حزم هتكسر هيبتك وهياخدوا عليكي بزياده، ده غير ان هم مش هيسمعوا كلامك وممكن تفلت منهم شويه. اما بقى لو بقيتي ام وتأديب وتهذيب واصلاح، هيجي لهم وقت ويبعدوا عنك ويخافوا يحكوا لك. التركايه هنا بقى في التوازن، الموازنه في الامور هي مفتاح الحل. ما تشديش الحبل دايما ولا ترخيه على طول، حسب الموقف. اعرفي امتى تبقي صاحبه وامتى تبقي ام. مفيش حاجه اسمها ام بس ولا حاجه اسمها صاحبه بس، لا ده حلو لوحده ولا ده حلو لوحده. اوقات هيحتاجوكي تبقى صاحبه تسمعي منهم وتشاركيهم اهتمامات، واوقات تانية هيحتاجوا توجيه الام. حاولي تكوني قريبه منهم كفايه انك تعرفي امتى تبقي صاحبه وامتى تبقي ام. خليهم دايما يثقوا فيك. الكفه اللي لازم تغلب هي الامومه، لانهم ممكن يلاقوا صحاب كويسين بس عمرهم ما هيلاقوا ام غير. قولي لي بقى في الكومنتس، شايفه كفه ماما تكسب ولا تفضلي تكوني صاحبتهم اكتر؟